في موسم 92-93 الزمالك كان فريق مرعب، مش بس مرعب عشان بيكسب وعامل سلسلة انتصارات، لكنه مرعب عشان فريق متكامل في كل حاجة. لعيبة جامدة جدا في كل المراكز، عندك مدير فني أسطوري، كمان إدارة بتساعدك على النجاح. فبنشوف إن الزمالك كان ليه الكلمة العليا في كل البطولات اللي بيشارك فيها. بياخد الدوري بفرق 6 نقاط من الأهلي، بياخد البطولة الأعظم في أفريقيا وهي دوري الأبطال. ولكن في الموسم اللي بعده وتحديدا في موسم 94-93 اللي حصل ما كانش على البال ولا على الخاطر. الفريق بدأ يعاني من لعنة الإصابات، وحتى الإدارة بدأت هي كمان يحصل فيها انقسامات ومشاكل، ده غير اللعيبة اللي جالها عروض ومشت من عندك عشان الكابتن محمود الجوهري المدير الفني للزمالك وقتها يروح يحضر ماتش للناشئين، وبيصعد منه 4 أسماء للفريق الأول بغرض انه يعمل عمق في السكواد مش اكتر. وفي مباراة القمة ما بين الاهلي والزمالك نشوف خالد الغندور بيلعب الكورة لاحد الناشئين اللي لسه مصعدهم الكابتن محمود الجوهري، وبدون اي مقدمات نشوف تسديدة قوية من ولد عنده 19 سنة بس يفاجئ بيها جميع الحاضرين في الملعب، بما فيهم احمد شوبير اللي ما كانش في ايده حاجة يعملها مع الكورة دي غير انه يجيبها من الشبكة. الولد الصغير ده اللي لسه صاعد للفريق الاول وعنده 19 سنة بس وبيسجل هدف رائع في الاهلي اسمه محمد صبري. على رجله الشمال ودايما هو الجول الثاني للزمالك بيجيبه محمد صبري. من بعد الهدف الرائع ده الولد الصغير الناشئ اللي مباراته قدام الاهلي هي التانية منذ صعوده للفريق الاول بقى عنصر اساسي في الفريق. التسديدة الصاروخية في مرمى شوبير كانت بداية مسيرة مليانة ظلم ومؤامرات وكمان مليانة بطولات. الولد الناشئ الصغير ما بقاش صغير، ورجله الشمال الذهبية دي كانت هي المدفع اللي بيدافع بيها عن كيان نادي الزمالك ضد أي خصم وضد أي منافس. مباراة مع التانية وهدف جميل مع ترقيصة بدأ اسم محمد صبري يسمع في جميع أرجاء المحروسة، وبدأ جمهور الزمالك يقتنع بفكرة إن هو ده اللاعب اللي هيعوض كارثة ورحيل رضا عبد العال الأهلي، اللي كان أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي مباشرة. ومع كل مدير فني جديد بيمسك الزمالك كان عارف ان عنده كنز في الفريق اسمه محمد صبري، مش بس كنز لانه ممكن يسجل هدف بتسديده مفاجاه للجميع يخلص بيها ماتشات، ولكن كمان كنز لان محمد صبري لاعب جوكر هتحطه في اي مكان هيأدي راجل، حتى لو المركز اللي هيلعب فيه ده مش على عدلته. فتلاقي انه احيانا كان بيلعب في نص الملعب الهجومي، واحيانا وينج شمال، واحيانا باك شمال. اذا احنا قدام لاعب مهاري وقوي دفاعيا، وكمان رجله الشمال ما بترحمش الحراس، لحد ما بنوصل لموسم اللعنة بالنسبة لمحمد صبري وهو موسم 98-99. لحد دلوقتي محمد صبري هو الركيزة الأساسية لفاروق جعفر المدير الفني، العنصر اللي بيدافع وبيهاجم وبيرقص وبيسجل. بنيجي اليوم 8 نوفمبر 1998 ومباراة ديربي جديدة لمحمد صبري ما بين الأهلي والزمالك، ولكن المرة دي هو أحد نجوم الفريق. وبعد 4 سنين من أول أهدافه بقميص نادي الزمالك محمد صبري بيمارس هوايته المفضلة وبيسجل هدف خيالي على طريقة روبرتو كارلوس، ولكن المرة دي في مرمى عصام الحضري. وصبري وهوبا الله ايه يا ابني ده، ايه الحلاوه. أي نعم الزمالك خسر 2-1 وقتها، ولكن هدف محمد صبري عشش في دماغ كل الزملكاوية وبقى هو نجم الفريق الأول. وللأسف محمد صبري وجمهور الزمالك ما كانوش يعرفوا إن ده آخر هدف هيسجله قبل وقوع الكارثة. في نفس الموسم وقدام نفس الفريق ولكن في الدور الثاني بيحصل التحام قوي من أيمن عبد العزيز على لاعب الأهلي في نص الملعب، بياخد بسببه طرد مباشر من الحكم الفرنسي. حصلت اعتراضات قوية من لاعبين الزمالك والجهاز الفني والإدارة، وفجأة بنلاقي إن لعيبة الزمالك بتطلع من الملعب وبيقرروا عدم استكمال المباراة. بعد الواقعة دي اتحاد الكورة فرض عقوبات صارمة على الزمالك، غرامات وإيقافات وخصم 9 نقاط من الفريق. وبرغم كل ده احنا لسه مرحناش للكارثة الحقيقية. من ضمن العقوبات اللي طلعت من اتحاد الكورة كانت إيقاف اللاعب محمد صبري لمدة سنة كاملة بتهمة تحريضه على الانسحاب. اتكلم الكابتن محمد صبري رحمة الله عليه ودافع عن نفسه كتير في الجزئية دي، وقال إن اللعيبة ما كانش ليها أي دخل في قرار الانسحاب أو عدمه. قرار الانسحاب ده ما هو إلا قرار إداري بحت، سواء من مجلس الإدارة أو فاروق جعفر المدير الفني. اتظلم محمد صبري وقعد فترة في البيت اتدمر فيها نفسيا
بعد كده لجأ الزمالك لخروج محمد صبري إعارة لنادي قزمة الكويتي لمدة سنة، بحيث إن رجله تكون في الملعب ويكون في نفس فورمة الماتشات. ولكن محمد صبري لم يشارك مع قزمة الكويتي، ومعظم الموسم قضاه على الدكة، وأحيانا بره السكور خالص. وفي أول مباراة قمة بعد مباراة الانسحاب بيرجع محمد صبري عشان يساند الزمالك، بس المرة دي بيساند الزمالك وهو مشجع. الزمالك بيقدر يفوز على الأهلي 2-0. بينزل محمد صبري الملعب عشان يحتفل مع اللاعبين، ولكن وسط الاحتفال ده دموعه كانت بتوصف كل شيء. ده ابني، ده انا اللي مربيه. ابني هو عنده 14 سنه لغايه 20 سنه. ابني وانا مربيه، ده وانا اللي جايبه النادي وده حته مني يعني. صبري محمد صبري، وسط دموعك ايه اللي تبقى حريص انك تقوله للجماهير بعد لقائنا؟ والله النهارده بقول لهم الف الف مبروك نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، الجهاز الفني اللي موجود واللعيبه اللي موجوده دي، وان شاء الله باذن الله ناخد دوري مع الجهاز ده ومع اللعيبه دي باذن الله كده. بتخلص مدة الإعارة وبتخلص مدة الإيقاف، وبيرجع محمد صبري لبيته من تاني. ولكن المرة دي حاجات كتيرة اتغيرت يا مدفعجي. موسم 2000 واللي كان بداية تكوين جيل ذهبي والجيل اللي اتلقب بجيل البطولات، الزمالك عمل صفقات قوية جدا، منهم حسام وإبراهيم، تامر عبد الحميد وحسام عبد المنعم. والصفقة اللي غيرت كل شيء صفقة طارق السيد. بالإضافة إنك لسه جايب مدير فني أجنبي ولا يعرف صبري ولا يعرف حسام ولا يعرف طارق. زي ما قلت لك، محمد صبري كان لسه راجع من فترة إيقاف خلصت على بريقه وتألقه ولمعانه. مستواه مش زي الأول. بدنيا هو محتاج وقت، وفنيا محتاج مدير فني يصبر عليه. وفي الناحية التانية انت جايب لاعب شاب اسمه طارق السيد ما خدش وقت في الانسجام، بدأ من أول لحظة يثبت نفسه. فالاختيار الطبيعي والمنطقي هنا للمدير الفني أوتوفيستر إنه لاعب طارق السيد على محمد صبري. محمد صبري بعد ما كان نجم الفريق الأول أصبح لاعب مهمش، بيشارك في بعض الدقايق القليلة جدا، وأحيانا بيطلع بره القايمة خالص. كل ده كان بيزود الضغط النفسي على محمد صبري، اللاعب اللي حس إنه خسر كل شيء عشان قرار واحد بس ظالم هو ملوش أي دخل فيه، أو زي ما قال في أحد البرامج إن الإيقاف خلص عليا. ايقاف 99 ده فرق معاك؟ لا، هو اللي خلص عليا يعني. خلص عليا. خلص عليا سنه كامله، دي تبقى صعبه جدا. خصوصا محمد صبري بيجيله عروض كتيرة جدا من أندية محلية، ولكنه بيرفض كل العروض اللي بتجيله دي، وبيقرر الاستمرار مع نادي الزمالك عشان نشوف نسخة قوية جدا من الزمالك بتاكل الأخضر واليابس. مفيش فريق بيقف قصادنا. ولكن للأسف محمد صبري مازال بيتفرج من بعيد كل اللي بيحصل ده وهو مش موجود في الملعب. ومع توالي المواسم ومع توالي البطولات باللاعيبة اللي موجودة، أدرك محمد صبري إنه مبقاش ليه مكان زي زمان، تأثيره مش زي الأول. فبيقرر في موسم 2003 يخرج من الباب الكبير لنادي الاتحاد السكندري عشان يقعد معاهم موسم واحد بس، ومن ثم ياخد قرار الاعتزال، عشان في مسيرة ممتدة ل10 سنوات بيسجل فيهم الكابتن المحترم الخلوق محمد صبري رحمة الله عليه 36 هدف، منهم 24 في الدوري. قدر ياخد مع الزمالك 15 بطولة، منهم 7 بطولات محلية والباقي بطولات قارية، منهم 3 دوري أبطال أفريقيا. الكل أجمع إن محمد صبري اتظلم، بس مع ذلك قدر يصنع مسيرة مليانة تحديات وبطولات وكمان أهداف جميلة. وحتى بعد المسيرة العظيمة دي ما قدرش يبعد عن نادي الزمالك. اشتغل مدرب في قطاعات الناشئين في فترة من الفترات، وأخيرا قرر إنه يكون صوت الزمالك الحر. اشتغل مقدم برامج في قناة النادي. وفاته أثرت في ناس كتيرة واللي أنا من ضمنهم، ويمكن أثرت فيا أنا تحديدا لأن ما كنتش أعرف الراجل ده، ما كنتش أعرف أهدافه ولا أعرف تضحياته من أجل الزمالك ولا حتى الظلم اللي اتعرض له. يمكن قضى حياته كلها منسي ومش واخد حقه. حتى بعد انتهاء مسيرته الكروية ما كانش في حد بيتكلم عنها ولا على أمجاده ولا كمان على الظلم اللي اتعرض له. السنة دي بس يظهر تاني على الشاشات عشان الناس تفتكره، والأجيال الصغيرة اللي أنا منهم بدأت تسأل عنه وتعرفه، عشان لما يجي يوم وفاته الأجيال كلها تترحم عليه وتفتكره بالخير. رحمة الله على الكابتن محمد صبري الشهير بمدفعج الزمالك المظلوم. كان معاكم مدي هشام، مع السلامة.